صادق عليها. عندنا 4 وثائق أساسية. الوثيقة الأولى هي وثيقة الكونفدرالية النسائية الديمقراطية العالمية، واللي صادق عليها مؤتمر برلين عام 2022. مثل ما ذكر في التقرير كتحالف هذا احنا كمان قبلنا بهذه الوثيقة، وهنا نعلن عبر هذا المؤتمر اعتمادنا إياها كإحدى المرجعيات الأساسية. فبالتالي ست حنان عثمان حتقرأ الوثيقة للاطلاع عليها من قبل كل المندوبات. ما هي هذه الوثيقة؟ للاطلاع عليها لمعرفتها، وإذا كان هناك استفسارات أو أي أسئلة يتم طرحها. ولكن هذه الوثيقة باعتبار أنه مصادق عليها بمؤتمر برلين 2022 قد نشأت الظروف التاريخية والبنيوية لذلك، بل حتى إن هذه الريادة تفرض نفسها كمسؤولية تاريخية على الحركات النسائية العالمية. النظام الذي نحتاجه الكونفدرالية النسائية الديمقراطية العالمية، مثل ما بينا أعلاه، فإن العصر الذي نعيشه ذو طابع تاريخي، ويمكن تحديد هذه السمات التاريخية من حيث أبعاد عديدة. أولها يتعلق بالمكانة المحورية للنضال النسائي بين النضالات الاجتماعية للقرن ال21. ثانيها يتعلق بتفاقم الأزمة والفوضى التي يعانيها النظام الرأسمالي الأبوي العالمي. وثالثها يتعلق بالمستوى الذي بلغته النساء في نضالهن ضد النظام الأبوي وجميع تجلياته. في الواقع إن هذه الأبعاد مترابطة وتخلق فرصاً وظروفاً غير مسبوقة في التاريخ على صعيد نضال حرية المرأة وعليه. فمن عظيم الأهمية علينا نحن كمنظمات نسائية منظمة ومنضبطة أن نكون على دراية بهذا الأمر. الحرية ممكنة فقط بالتنظيم، في حين أن الأكاديمية هي الأرضية الأساسية لوجود التنظيم. وكنساء لدينا ذاكرة جماعية تختبئ فيها تجاربنا الحياتية والنضالية والتنظيمية الممتدة لآلاف السنين، وتتسرب إلينا منذ فجر التاريخ وحتى يومنا. وعليه فإن تطوير أنشطة التوعية بشكل مكثف هو أمر حيوي وضروري أمام هدفنا بإنجاز الثورة النسائية، وذلك بغرض الكشف معا عن هذه الذاكرة وتحويلها إلى مصدر يتغذى منه نضالنا الراهن لأجل تطوير الدفاع عن الذات نسائيا. ذلك أننا كنساء نواجه الهجمات اليومية والمتعددة الأبعاد للنظام الذكوري المهيمن. بالإضافة إلى ذلك تتصاعد موجة عارمة من الهجمات التي تستهدف المكاسب التي حققناها بنضالنا المنظم. وعليه فإن الكونفدرالية النسائية الديمقراطية العالمية هي نظام تبني فيها النساء قوتهن في الدفاع عن الذات في كافة مجالات الحياة. لا نتحدث هنا عن الدفاع الجسدي البحث أو عن الدفاع المسلح فحسب، بل من الضروري الدفاع عن وجود المرأة، إرادتها وقيمها وأفكارها وآمالها في كافة مجالات الحياة، بدءا من السياسة وحتى القانون، من الاقتصاد إلى الحياة الاجتماعية، ومن المنزل إلى الشارع، ومن الصحة إلى التعليم، وذلك في وجه كافة أنواع الهجمات العدائية والتمييزية والمتحيزة ضد النساء. إيران وأفغانستان، وبسبب الظروف الأمنية التي استجدت في البلدين أبان انعقاد المؤتمر، فلم تتفاعل عضوتا السكرتارية فيهما إلا لمدة وجيزة. وتشكيل لجانه الإقليمية والوطنية على حد السواء. تمكن نداء من بلورة من وثائقه المرجعية والإطارية ووضع نظامه الداخلي لتحديد آليات العمل في مرحلة قياسية، بالإضافة إلى تشكيل أغلب لجانه الإقليمية والوطنية. هذا وقد حافظ التحالف على وجوده وتماسكه رغم كل التحديات وصعوبة الظروف السائدة
في المنطقة بسبب الحروب وما رافقها من تداعيات كارثية، بينما كانت هناك شبكات أخرى حلت نفسها تحت ضغط هذه الإكراهات. تمكن ندى على عكس رؤيته ومواقفه الواضحة من القضايا العامة والنسائية من خلال الندوات وورشات العمل الإقليمية الرقمية منها والحضورية. تميز انعقاد الحلقة المفاهيمية وبينما يمكن القضاء تماماً على الجوع من خلال التوزيع العادل للموارد، فإن ملايين البشر يعانون الفقر والعوز. وقد نمت الفجوة بين الرجال والنساء على صعيد الفقر بنحو 9% مع ظهور جائحة. Bu sürecin Moda tarafından gündemine alınması ve destek verilmesini öneriyorum. Teşekkür ederim. شكرا. إضافة لجنة التضامن نحكي عن عمل مشترك، ما يميزنا هو التضامن، فإضافة لجنة التضامن. المسألة الثالثة والأخيرة